السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة بيزنس على السريع. النهاردة هنتكلم عن سؤال دايما سألته لنفسك: ايه الفرق ما بين لما شركة بتبيع لشركة او شركة بتبيع لمستهلك؟ هل في فرق ما بينهم؟ مين الاكثر صعوبة ومين الاكثر ربحية؟ لو عايز تعرف تابع الفيديو للاخر. طيب، خلينا ناخد امثله بيزنس تو بيزنس او شركه بتبيع لشركه. لو مثلا شركه كابلات كهربائيه ومصنع عاوز يشتري من الشركه ديت الكابلات ديت عشان يستخدمها في المصنع بتاعه، فالشركه هنا البيزنس هتبيع للبيزنس التاني. فهنا دي عمليه بيزنس تو بيزنس، شركه لشركه او شركه لمصنع او شركه لاي مؤسسه، فهي ديت بيزنس تو بيزنس. طب البيزنس تو كونسيومر، لو واحد رايح يشتري مثلا وجبه من مطعم، فالمطعم هنا البيزنس، والكونسيومر او المستهلك اللي هو الشخص اللي بيشتري الوجبه ديت. طيب، خلينا نعرف مين الاكثر صعوبه والاكثر ربحيه. طبعا لما بنيجي نعمل مثلا صفقات في البي تو بي، طبعا بتاخد وقت طويل جدا، بتاخد مفاوضات كتيره جدا، لازم تبقى عندك نيجوشيشن سكيلز او مهارات تواصل واقناع عاليه جدا. وطبعا بيعتمد برضو قرار الشراء على الاسعار، يعني انت بتحاول تلعب في حته الاسعار. المنافسه ما بتبقاش كبيره قوي، يعني بتبقى مثلا هو كام شركه اللي في السوق اللي بيبقى معاهم مثلا الكابلات الكهربائيه اللي احنا اتكلمنا عليها دي، مش كتير يعني، فبتبقى ليميتد، بس لازم تاخد اوفر كويس. الصفقة الواحدة بقى فيها بتبقى بملايين الجنيهات أو ألوفات الجنيهات، فبتبقى الصفقة الواحدة ممكن تحقق لك ربح ضخم جدا، بس هياخد وقت طويل، مفاوضات طويلة، والعميل ممكن يفضل معاك فترة طويلة طبعا في المفاوضات وما بعد المفاوضات. طيب، بالنسبة للبي تو سي طبعا، اللي هي مثلا لو قلنا اللي هو شخص بيشتري من مطعم، فاحنا هنا الموضوع ما بياخدش وقت طويل، هو جاست ان هو عجبه الاوفر او البرايس، السعر بتاع المنتج، او مثلا اعلان جذبه، فهو هيتاثر عاطفيا وهيروح على طول للمنتج. الفكره ان هنا بقى بتبقى محتاج انك توسع العملاء بتوعك، دايره العملاء يعني، او تخليهم بالملايين، عشان الربح الواحد من الشخص اللي هو جاي يشتري الوجبه ده مش كبير، فانت عاوز تحقق ربح كبير، فلازم يبقى عندك قاعده عملاء كبار جدا. فهي الفكره. لكن هو المنافسه طبعا بتبقى شرسه جدا، لان مثلا لو هتخش مجال المطاعم هتلاقي المجال فيه منافسه شرسه، فانت لازم تبقى تلعب بقى على حته التسويق والاعلانات والاوفرز والكلام دوت. طيب، هل في شركات بتجمع ما بين الاثنين؟ طبعا. مثلا لو قلنا مجال المطاعم، انت مثلا لو بتبيع لشخص على طول كده دايركتلي او على طول، فده اللي هو بي تو سي. طيب، بيزنس تو بيزنس بقى، لو المطعم دوت بيعمل كاترينج او للمؤتمرات، او بينظم اللي هو الاكل للضيوف والكلام دوت اللي جايين مؤتمر، او بيورد مثلا لمستشفيات معينه الاكل بتاعه او من المطعم دوت، فهنا دي اسمها بي تو بي. فانت تقدر تلعب على الاثنين طبعا، والشركات الصح يعني اللي هي بتعرف تلعب ما بين الاثنين بتحقق ربح احسن على المدى الطويل. لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب، وقابلكم الفيديو الجاي ان شاء الله.